في ناس في رمضان بيسيبوا من المسلسلات بتاعة رمضان كلها والعجن اللي في المسلسلات والأحداث وكل حاجة، ويقول لك إيه، أنا بكرش على النجمة الفلانية بتاعة المسلسل الفلاني. يعني مثلا واحد يجي يقول لك إيه، أنا بكرش على نعمة الأفوكاتو. تكرش على نعمة الأفوكاتو؟ يا ابني دي بتشرب كمية حلبة بحليب، دي بتعرق حلبة. يعني يوم ما تكرش على نعمة الأفوكاتو يبقى البس كمامة طيب ولا حاجة، خد معاك معطر. ده إيه العبث ده؟ واحد تاني يقول لك سارة مكاتب. مكاتب؟ انت بتذاكر يالا ولا انت موظف حكومه؟ دي تكرش عليها حبيبي في مصلحه حكوميه في مجمع التحرير. ساره مكاتب دي. واحد تاني يقول لك طب ايه رايك في دينا رفارف؟ لا ده انت ميكانيكي. دينا رفارف دي معناها ان انت ميكانيكي، ده انت تكرش عليها وانت خارج لا مؤاخذه من تحت العربيه. واحد بقى تاني يقول لك ايه، يا اخي انا بكرش على مليكه بتاعت مسلسل المداح. يعني انت سايب تاج وسايب رحاب، سايب كاسيا حتى، وبتكرش على مليكه؟ لا كرش على صخر احسن، او موت، او قزح، او رايح دماغك. خلصنا من البني ادمين، هيمسك في العفاريت. واحد تاني بقى دماغه سايحه خالص في السحاب، يقول لك ايه، بيتفرجوا على مسلسل الحشاشين، يا اخي اول مره اعرف ان الحضاره السلجوقيه فيها كنافه بالقشطه، وجايب تحتها صوره مرات حسن الصباح الفنانه منى نور الدين، سايب المسلسل بتصويره باخراجه بابداعه بالاداء اللي فيه، وشغال ان الحضاره فيها كنافه بالقشطه. انت واخد بالك انت من اللي بيحصل؟ طيب، في ناس بقى تانية دماغها شارده خالص الايام دي وبتكرش على شواهي من مسلسل جوهر. ارحموا امنا العيانه بقى.